السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سيتاو ومحمود كهرباء، ضربة البداية الآن بألوان الحمراء على يمين الشاشة، والهلال بالموجة للفريق الهلالي. محمد عبد الرحمن أبو عدلة، محمد إيرينك، والحارس الإيفواري عيسى فوفانا يعود إلى الحريق. حواره مع جماهير كبيرة تحضر القمة النارية المصرية السودانية. هذا هو عيسى فوفانا الإيفواري. محمد هاني المدافع الأيمن المطالب بخلق التفوق العددي، وهذه كورة يوسع غريبة عبر التعاملات للكورة. كورة من ذهب، كورة من ذهب يضيعها عبر السورية في هذه الأوقات. مجدي أفشة بعيون السحرة يعطي كورة رائعة. اللاعب رقم 10 في تشكيلة النادي الأهلي هو الجمهور. بيرسيتاو كهرباء، كورة أخرى قدارة من محمود كهرباء بجانب فوفانا. ما هذا الإهدار للفرص، ما هذا يا الأهلي. 3 فرص منذ بداية المباراة للفريق الأهلاوي، يمضي ولا يبالي. علي معلول، أحمد عبد القادر، كهرباء رايح على معلول، معلول يتقدم، معلول يوسع، كورة والرأي على كهرباء. في كل مرة لا تتكسر الجرة. الأهلي قريب جدا من التسجيل. لابد لفريق الهلال أن يلعب بتوازن كبير، لا يبقى ينتظر النادي الأهلي. تعدي الكرة لكن لم تدخل الشباك. مرة أخرى النادي الأهلي تضيع عليه الفرصة. محمد عبد المنعم قلب الدفاع يصطاد هذه الكرة لعلي معلول. الوقت يعدي، أكيد الجمهور المصري يحسب في الأيام، عنده الساعة معاه. كهرباء، كهرباء، شنو هذا؟ شنو هذا؟ محمود كهرباء السلطان يحكم بأحكامه. السلطان الفنون من أجمل ما يكون. محمود بكل الفنون ينزل كرة بعيسى فوفانا ويسجل الهدف الغالي. هدف الغالي لمحمود كهرباء. أهلي إفريقيا يتغور من جديد. الأسد يسترجع سنين الذهب. إن كنت أهلاوي امضي، سجل ولا تبالي. صدقوني أنه فريق النادي الأهلي لحالة رهيبة ومخيفة. طبعا نسعى يواصل الأهلي يا جانو. كورة، كورة من مروان عطية. فريق واحد فوق الميدان الآن. النادي الأهلي بعد مصاعب كبيرة للدخول في المجموعات يعود إلى التواجد. يعود عالية الكرة لليوروبو. مجدي أفشة، عبد القادر، عبد القادر يعدي الكهرباء، كهرباء، وضاع بالطريق. ضاع محمود في الطريق بدون صديق ولا رفيق. تبقى مصرية سورية مرتدة. مجدي أفشة يخسر
ترجع محمد هاني، هاني يعدي، هاني يوزع، والحارس فوفانا رايح الحارس الايفواري على استحيان الامانه. ترجع كرة لكهرباء في كل مكان، كهرباء يوزع كرة بالراس وصول عثمان اليوم. المغاربة ضد محمود كهرباء. نهاية الوقت الأصلي والطبيعي، يضيف دقيقة واحدة. آثر الدار يوزع والشناوي يمضي، والشناوي يمضي. أكيد ثاني عبد العزيز بو يعلن في هذه اللحظة على نهاية الشوط الأول بأسبقية أهلاوية بهدف لصفر، هدف محمود كهرباء في شباك الحارس عيسى فوفانا. لكم مني مشاهدينا الكرام في هذه المباراة أكيد الإجابة بعد 45 دقيقة من الآن. الهلال على يمين الشاشة، إعانة لفريق قاسم باشا التركي، وهذا مجدي أفشع تحت كرة أو أفشع يصوب، والحارس عيسى فوفانا. عيسى فوفانا بكرة خطيرة، المراوغة، التسويق، والحارس محمد شناوي. فرصة خطيرة، فابريس الجمعة ضيعها. مجهود ممتاز من وليد بوجبا. كرة لمحمد هاني، يوزع هاني، علي معلول يراوغ، تعدي كرة، تسويق، جول، غريبة، اي برشة أرضية كاد أن يغالط الحارس عيسى فوفانا. فرصة كبيرة للعملاق الأهلاوي. لا يمكن لنا وصف. محمد إيريك بالراس لعيسى فوفانا. شوف الرمية الممتازة إلى الحارس لليلوبو، يوزع، وصول متأخر لياسر مباراة تعرف منعرجات خطيرة. الدور النهائي من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم. لا ننسى كذلك أنه المدرب التونسي الآخر سفيان الحيدوسي درب نادي الهلال من 2004 ل 2006 وفاز معه بلقبين للدوري 2005 و2006. جول الهدف الثاني، الشحات في أسعد الأوقات. الهدف الثاني للشحات ملك الأوقات في استاد القاهرة الدولي. هدف ثاني للأهلي المصري. الشهرية في مدرجات استاد القاهرة الدولي، حسين الشحات وتاريخ النجاح من مارسيل كولر. أي كرة ذهبية من بيرسي تاو. هذا الأهلي عليك يجنن يا الأحمر، أحمر اللون من أجمل ما يكون بكل الفنون بكامل الجنون. يمر بالهدف الثاني حسين الشحات في أسعد الأوقات. على يمين دفاع الفريق الأهلاوي، علي معلول ينال الإنذار. طويلة وخروج للشناوي. ماذا يفعل محمد الشناوي؟
يمرو يوسع رامي ربيعة وعبد المنعم. تماس يعود الفريق السوداني اللي اكيد في الربع ساعة الاخير من المباراة سيلعب الكل بالكل. الجمال بما عمل من اجل الهدف الغالي. قلنا الاهلي يلزم يفوز بهدف ل0 او 2-0. اذا كان الهلال يسجل لابد من فارق هدفين، يعني 3-1، لانه 2-1 لن يعود كافيا. خسر ضد ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي ذهابا في جنوب افريقيا بهدف ل0، وتعادل معه في ام درمان 1-1 في الاياب، وانتصر ذهابا وايابا على القطر الكاميروني بهدفين ل0 وهدفين لهدف. مروان عطية شحات الجول الجول جول الشحات ملك الاوقات. حسين الشحات ملك الاوقات. شوف الكرة، يا سلام يا سلام يا سلام على اجمل الاقدام لحسين الشحات. عيسى فوفانا فيما بالريح. اي نجاح للشحات ملك الاوقات. الاهلي المصري سلطان افريقيا يتواجد في استاد القاهرة الدولي، يسترجع العنفوان، يعود الى مداره، الى بلاده، الى قوته، الى سيطرته. هذا كرة خطيرة على التسويب، لا كرة وتضيع بضربة مرمى. فرصة كبيرة للنادي الهلال. محمد هاني كسر نظام الدفاع، كاد ان السبب في هدف. الجميع في انتظار الصافرة، وهي صافرة عبد العزيز بو تعلن ان تأهل النادي الاهلي الى الدور ربع نهائي من دوري ابطال افريقيا. نقول الف مبروك لعشاق النادي الاهلي، وحظ اوفر لعشاق الهلال السوداني، ودائما الحظ. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.